تخيل إن في أسد ممكن يلعب مع غزالة، أو تمساح يفتح بقه علشان الطائر يجي ياخد الأكل اللي بين سنانه. النهاردة هتشوف بنفسك أقوى علاقات الصداقة الغريبة جدا اللي بين الحيوانات، واللي فعلا استحالة كنا نتخيل إن دول ممكن يبقوا صحاب. فعموما كمل معايا للآخر علشان تعرف أغرب قصص الصداقة. بس في الأول لازم نقول إن بعض القصص اللي هنقولها في الحلقة دي تعتبر نادرة جدا وتوثقت في محميات طبيعية، وده مش سلوك بيتكرر كتير ما بين الحيوانات. هو مين اللي يقدر يدخل بق التمساح وهو صاحي؟ التمساح واحد من أخطر المفترسين اللي موجودين على الكوكب كله. التمساح ده بقى بيسيب طائر صغير اسمه بلوفر بيرد يدخل جوه بقه بكل هدوء، ياكل بقايا اللحمه اللي موجوده ما بين السنان. من الاخر بينظف ليه اسنانه من اي طفيليات ممكن تكون موجوده ما بين السنان. الصفقه دي نادره جدا ومليانه مخاطره. الطائر بياخد اكله والتمساح بيتخلص من اي بقايا موجوده ما بين اسنانه ممكن تسبب ليه العدوى. العلاقه دي تعتبر علاقه مبنيه على ثقه غريبه جدا ما بين فريسه محتمله ومفترس رهيب. هو ايه اللي ممكن يخلي فرس النهر يسيب الطيور تقف فوقيه؟ فرس النهر بيسمح لبعض الطيور ان هي تقف فوق جلده وبرضه تاكل الطفيليات اللي بتمتص دمه. الطيور دي مش بس بتنظف جلد فرس النهر، لا دي كمان بتصرخ بصوت عالي جدا اول ما تشوف خطر جاي يقرب ليهم، كأنهم جهاز انذار مبكر، يعني حماية وتنظيف واكل. الصفقة دي السبب الاساسي فيها المنفعة المتبادلة. سمكة القرش وحش المحيط والبحار اللي احنا نعرفه بيسيب السمك احيانا يمشي لازق فيه. الريمورة سمكة غريبة جدا بتلزق نفسها بجسم سمكة القرش او سلاحف البحر. هي هنا بتستفيد بالبواقي اللي القرش بيسيبها وكمان بتحتمي بجسمه، والقرش كمان بيستفيد ان الريمورة دي بتقتل الطفيليات اللي موجودة على جسمه. هي مش موضوع صداقة لكنها بتكون زي علاقة مصلحة مشتركة ما بين الطرفين، ولا كأنها عقد شراكة ما بين طرفين في أعماق البحار. تخيل ذئب بيلعب مع راكون بدل ما يفترسه. في بعض المحميات في أمريكا الشمالية اتسجلت لقطات لذئب بري صغير بيقضي وقت طويل جدا وهو بيلعب مع راكون صغير ومن غير أي عدائية. سلوك اللعب ما بين الأنواع المختلفة بيحصل أحيانا لما الحيوانات تكون لسه صغيرة ولسه ما اتعلمتش إن هي تخاف من بعضها. اللحظات دي تعتبر نادرة بس بتثبت إن حتى في البرية ممكن تلاقي مشاهد تكون في أقصى مراحل البراءة. هو ازاي الاسد ممكن يسيب القرد يلعب مع الشبل بتاعه؟ في مشهد اتوثق في محمية في جنوب افريقيا، انثى الاسد سابت قرد البابون يشيل شبلها الصغير ويلعب بيه شويه بدل ما تطرد او تهاجمه. المشهد ده كان كله دقايق خوف ودهشه لعلماء الاحياء، لكن المشهد ده انتهى من غير اي اذى وبيأكد ان الغرائز الوحشيه اللي موجوده عند الحيوانات مش بتشتغل زي ما احنا متوقعين او ان هي موجوده على طول. وفي الاخر اللي شفناه النهارده بيقول لينا ان الطبيعه مش دايما بتمشي على القوانين اللي احنا بنحطها في دماغنا. ساعات الخوف بيتحول لثقه، او ان غريزه الافتراس تتحول لمصلحه ما بين طرفين. وبكده بتكون خلصت حلقه النهارده. فيا ريت بقى في الكومنتات تكتب لينا ايه اغرب علاقه اتصدمت ان هي موجوده فعليا. ولو انت فعلا مهتم بعالم الحيوانات والغرائب الخاصه بعالم الحيوانات اكتب لنا اقتراحك للحلقه الجايه، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه والكلام الجميل ده كله. واستنونا في حلقه جديده من قناه صندوق الدنيا.